عقوبات على نادي الزمالك واعتباره ان هو خسران 2-0 وتغريمه مبلغ مالي كبير، وحرمان جماهير الزمالك من ان هم يشوفوا فريقهم بيلعب مع المقاصة، لان دي كانت هتبقى مباراة ثأرية قوية جدا ايا كانت نتيجتها. معايا الناقد الرياضي الكابتن علي السيسي. استاذ علي مساء الخير وشكرا على انضمامك للحوار. مساء الخير يا استاذ معتز. حضرتك تقييمك ايه للازمه يا كابتن علي؟ بس اسمح لي بس في الاول ارد على نقطتين حضرتك بتتحاور مع الكابتن مجدي أفغاني. اتفضل. قلت له جمله مهمه قوي، انتوا في اتحاد الكره حريصين على مصر واستقرار البلد في الظروف اللي هي بتمر بيها. ايوه. اقسم لك بالله العظيم هم ضد مصر. ليه بتقول بالله مين؟ اقسم لك بالله العظيم اتحاد الكره في 7 اشخاص بيشكلوا لوبي ضد مصر، كل هدفهم ذبح نادي الزمالك. اقسم بالله العظيم وانا عندي كل الادله، اقسم بالله. انا الساعه 8:15 مش مسموح لي اتكلم لغايه دلوقتي، ممكن 8:30 يتسمح لي اتكلم، ساعتها هتصل على حضرتك واقول لك 1 2 3 4. والكابتن مجدي عمال اسف صديق عزيز، بس عمال يلف ودور وكلام لا يوجد. طب الساعه 8:15 دلوقتي يا استاذ علي. 8:15 ممكن 8:30 يجي لي تعليمات اتكلم. تعليمات من مين يا استاذ علي؟ مش فاهم حاجه. بعدين اقول لحضرتك بص. بعدين ايه؟ في ملايين بيتابعوا البرنامج محتاجين يعرفوا اجابه. هقول لحضرتك، انت بتقول له مفيش ازمه شخصيه بين حد وفيه لوايح وكلام، لا هي ازمه شخصيه. هم بيذبحوا نادي الزمالك نكايه في السيد مرتضى منصور. اقسم بالله العظيم 7 اشخاص 7 مسؤولين في اتحاد الكوره يشكلوا لوبي ضد مصر وضد مصلحه مصر في قضيه امن قومي. اقسم بالله اقولها مخلصا صريحا واضحا، وانا بقول للمسؤولين في البلد، وانا طرقت ابواب مسؤولين كتير محدش يعرف الكلام ده، بقول لهم يمكن انا الوحيد في مصر اللي عارف هذه التفاصيل. ايه الكلام ده؟ طب ما توضح يا استاذ علي السيسي. يا استاذ معتز ما ينفعش اقوله لحضرتك في تليفون، لازم اديك مستندات. ايه اللي ممكن يتقال؟ طب ايه الحد الادنى اللي ممكن تقوله لنا؟ انا بطالب بطالب من خلال برنامج حضرتك المحترم القيادة السياسية في هذا البلد والقيادات الامنية في هذا البلد ان تعرف مني حقائق مهمة وحقائق خطيرة، وبعدين يتخذوا القرار المناسب عشان يصححوا الاوضاع في هذا البلد، لان ده بداية الشرارة وما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. ما هو القيادة السياسية والاجهزة التنفيذية بتاعت البلد هتعرف منك يا استاذ علي لما انت تقول لنا في البرنامج، لان دي طبعا بنشكل رأي عام، لما تقول لنا اللي انت عايز تقوله وانت بتبلغ رسائل. استاذ معتز في امور، انت اعلامي محترم وخبير، في امور لا تقال على الملأ على هذا النحو. انا قدمت مستندات رسمية. ليه مفيش شفافية ولا ايه؟ لا انا البلاغات كل شيء تحت السيطرة وكل شيء تم رصده. سيدي اسمعني يا استاذ معتز. اتفضل. سامع حضرتك يا فندم. خارج الموضوع خلاص. اتحاد الكوره واخد قرار انه يذبح نادي الزمالك من الوريد الى الوريد. لمصلحة مين؟ ايه؟ لمصلحة مين يذبح للزمالك؟ لمصلحة جهات اخرى. مين هم؟ جهات جاية من الخارج ولا ايه؟ لا يهم، ربما هناك طرف خارجي لا يهمها مصلحة هذا البلد. بس انت عايز رأيي بكل صراحة مع احترامي وحبي ليك؟ اتفضل. دي نظرية مؤامرة كبيرة قوي، مؤامرة كونية دايما بنلجأ لها لما بنتزنق. ما تيجي نتكلم عن مستندات وحقائق. انا على فكرة راجل زملكاوي وما بحبش اللي بيحصل، انما النهارده المنهج ده في الحوار في الغاز، في علامات استفهام، في مؤامره كونيه على نادي الزمالك. لمصلحه مين؟ قول لي. استاذ معتز اقسم بالله ما هي مؤامره من وجهه نظرنا، لا ده مؤامره حقيقيه اقسم بالله العظيم. انا اقسمت لك 1000 مره، اقسم بالله. طيب. مؤامره حقيقيه يا سيدي. انت اقسمت بالله وانا مصدقك وكل حاجه، انما تعالى ناخدها بالراحه. ايه المصلحه يا استاذ علي؟ بص انا قبل كام يوم كنت ضيف عند الكابتن مصطفى يوم. قلت له الدوري مش هيكمل، ولو كمل الدوري باطل بطلان التحريك. المستندات هي اللي هتأكد.
والوقائع هي اللي هتأكد. اوكي، انا ما ينفعش حد يا استاذ معتز ينتهك حرمة حد تاني، بل ويسحقه ويقمعه ويدعي في النهاية الشرف والنزاهة ويقول لك احنا بننفذ لوائح، ده انت بتسحقه عمدا. طب الالفاظ الكبيرة دي، السحق والقمع والظلم، تقصد مين سحق مين؟ اتحاد الكرة، مسؤولين في اتحاد الكرة 7 مسؤولين ومعاهم 6 حكام بالأدلة والبراهين. طب هل كابتن مجدي عبد الغني سامع الكلام ده؟ لأن أنا هو سامع بقى يرد. كابتن مجدي أنت لسه معايا؟ لا كابتن مجدي قفل. أنا قلت له ما يقفلش، بس يمكن مش عاجبه الحوار، مش عايز يدخل في لا يا فندم، أنا حواري أنا رجل واضح وصريح، لا أخشى إلا ربنا إلا الله ونعم بالله ونعم بالله. بس أنا معلش يعني برضو أول مرة أتكلم، أنا أول مرة أتكلم. لا وأنا مقدر على فكرة، أنا مقدر علشان حضرتك طبعا، عشان صديقي سامي عبد الراضي، وأنا مقدر الكلام ده، أنا مقدر الكلام ده، بس اعذرني لو يعني أجهزة الاستقبال في دماغي في حاجات ما بقتنعش بيها، ولذلك عايز أتكلم بناء على معلومات. هل اتحاد الكورة، هل ال7 أعضاء من اتحاد الكورة بيصحوا كل يوم الصبح بدل صباح الخير يقولوا ازاي هندمر الزمالك؟ هل ده شيء قابل للتصديق؟ مش بهذا المعنى، مش بهذا المعنى. حضرتك لسه قايل صح، بيسحقوه، أيوة، بيقمعوه، بيدمروه. طب ما كل دي الفاظ ليها دلالات يا استاذ علي. يا استاذ معتز انا واضح وصريح في كلامي، بس بقول لك ما اقدرش اقول لك 1 و2 و3 دلوقتي الان. ممكن بعد ساعه، بعد يوم، بعد 10، بعد شهر اقول كل حاجه. طيب حضرتك راجل خبير في اللوائح، لو وصحفي كبير طبعا، لو لم يمتثل نادي الزمالك لقرارات لجنه المسابقات، اللائحه هنا بتطبق ايه او بتقول ايه؟ يا استاذ معتز اللوائح واضحه، والفيفا من عادته يقول لك بيرفض التدخل الحكومي. ولما الامن يغير ويبدل ويأجل ويقدم وكده، الامن بصفته ايه؟ ما هو ده تدخل حكومي في النهايه. يعني نادي الزمالك معاه مستندات تدين اتحاد الكره اللي هم اظهروها بنفسهم واعلنوا عنها، ان الامن هو اللي اجل والامن هو اللي طلب والامن هو اللي قال. والفيفا برضو حضرتك سيدي العارفين بيشترط برضو الحصول على موافقات امنيه لامن اللعيبه والحكام والجمهور وما الى ذلك. ايوه بس ما قالكش الماتش اليوم تاني وثالث ورابع وهكذا، ده تلاعب في الجدول. الناس دي عندها الجداول دي حاجه دستور ما بتغيرش. يعني انت شايف ان الفيفا هو اللي هيحسم الازمه دي؟ لا الازمه عندما تستفحل هناك حكماء في هذا البلد، هناك مسؤولين في هذا البلد سيتدخلوا. لان يا استاذ معتز انا بقول لك والله لست لاني زملكاويا، اقسم بالله، لان الزمالك وقع عليه ضرر بالغ جدا، مش من النهارده ولا امبارح ومن ماتش المقاصة، ده من اول السيزون وربما من السنه اللي فاتت. والامور لم تعد تستقيم، ما بقاش في شرف، ما بقاش في قيم، ما بقاش في مبادئ، ما بقاش في اخلاق، ما بقاش في اي حاجه. 6 حكام بينفذوا تعليمات، والله بينفذوا تعليمات، و6 حكام عندهم مشاكل وبلاوي وفي نيابات وبتاع وحاجات تانية خاصه وامور كثيره جدا يا استاذ. الامور محتاجه اصلاح كبير. طيب ما حدش يقدر يختلف معاك على ضروره الاصلاح، كلنا بنطالب باصلاح كل مؤسسات المجتمع مش بس منظومه الكوره. الساعه 8:30 دلوقتي، هل لديك يعني تصريحات ممكن تختص بيها البرنامج؟ كنت بتقول من 8:15 ل 8:30 ما اقدرش اتكلم. انا قصدي اقول لك ممكن بعد ما اخلص مع حضرتك يجي لي تليفون اطلع اتكلم قول. لا ده ربنا معاك بقى خلاص. انا تعبت معاك بصراحه. بص يا استاذ معتز، اتفضل. كلهم للاسف يخطئوا في حق هذا البلد. اللي حصل بيعطي صوره سيئه جدا عن الوضع الكروي في مصر. للاسف يا استاذ معتز الدخلاء هم الذين يحكمون مقدرات الكره المصريه. الكابتن مجدي قال جمله كده عرضيه على الماشي، قال لك هم دول للاسف اللي بيحكموا الكوره في مصر دلوقتي. احنا قدرنا ان دول هم اللي بيحكموا. ايوه دول ليس لهم علاقه بكره القدم خالص.
باستثناء يمكن حازم ومجدي بتوع كوره يعني. طيب بل حضرتك طيب انا اؤكد لحضرتك تاني ان الفضيحه كبيره، فضيحه كبيره قوي، والامور كلها يعني في معلومات وفي فضيحه وفي قمع وفي مستندات وفي 8:30. ده انت ممكن تعمل لي مش حلقه، كذا حلقه مع بعض. انا مستنيك